الفيديو ده لكل واحدة شايفة نفسها في علاقة سامة، والكلام ده للجنسين برضه، بس أنا بخص بالذكر البنات بالذات أو الستات عشان خاطر هم أكتر ناس بتضحي. إزاي تتعافي من العلاقات السامة؟ هديكي طرق فعالة وسريعة إزاي تتعافي من أي علاقة سامة. تابع معايا الفيديو. أول حاجة، سؤال مهم: إزاي تعرفي إنك في علاقة سامة؟ والعلاقة السامة دي مش بتكلم فيها بس على اللي هو علاقتك بخطيبك أو بجوزك للجنس الآخر، أي علاقة، صاحبتك، ممكن تكون أخت، بس مش قصدي، يعني ممكن تكون فترة معينة هي في حالة مش كويسة، ففي الوقت ده بيبقى تأثيرها صعب عليكي فبتأثر عليكي سلبا فبتحبطك، لكن ممكن تكون هي ما عندهاش أي نوايا سيئة. أهل، أي حاجة، علاقة سامة شاملة الكل. تمام؟ فازاي تعرفي انك حقيقي انك في علاقة سامة ومش متهيألك ومش مش شخصية بتبالغ؟ لو انت فعلا شخص مضحي مش عايش الدور ده، مهم جدا تعرفي حاجة زي كده. انت شخصية اصلا بطبيعتك، ربنا خلقك من ساعة لما اتولدتي انت شخصية مضحية، وعندك اللي قدامك تراعي جدا مشاعر اللي قدامك وهو يحس بايه، واللي قدامك ده رقم واحد. انت طبيعتك من زمان قبل اي تخش في العلاقة دي او ايا كان، انت دي طبيعتك. فالشخصيات دي في الأغلب بتبقى معرضة لناس مستغلة، أو ناس لو حد مستغلين، أو لو يعني مثلا حد من الأهل بيبقوا إيه في حالة نفسية مش كويسة فبيأثروا عليها سلبا. طيب، واللي حواليكي كمان بيأكدوا لك حاجة زي كده. لو انت مثلا مع جوزك او كده، لا انت كده جاية على نفسك زيادة، انت كده ادي لنفسك فرصة. الناس كل شوية بتفكرك بنفسك في هنا، لان في ناس بيبقى عندها وضع معكوس، هم ممكن يكونوا هم سامين بس شايفين اللي قدامهم هو اللي سام. فلو كل اللي حواليكي بيأكدولك كده انت شخصية مضحية من زمان، مش لسه في بداية العلاقة، من زمان شخصية مضحية. وتاني حاجة، كل اللي حواليكي بيأكدولك انت قد ايه مضحية ومفروض تفكري في نفسك ومفروض مش عارفة ايه، يبقى انت فعلا شخصية، انت فعلا دلوقتي بتتعرضي لعلاقة سامة وبتحسي ان حالتك بتسوء. ماشي؟ دي خطوة مهمة جدا. عرفنا الحكاية دي؟ تمام. أول حاجة لازم تعمليها، خلاص أنا عرفت دلوقتي إن أنا في علاقة سامة، أعمل إيه بقى؟ أول حاجة لازم تعمليها هتفاجئك شوية: الوعي. الوعي، الوعي ده هتلاقيني بكررها كتير. ليه؟ لأن في ناس كتيرة بتبقى في علاقات سامة بتقعد تبرر اللي قدامها وتحاول تقول لا ده هو كويس، بس أنا أصل أنا حساسة. طبعا هو بيقعد يقول كده كتير: أصل أنا ببالغ في كل حاجة، أنا فيا عيوب برضو. فبتقعد بدل ما هي بتحسن بتقعد تتنازل أكتر وأكتر، ومفيش حاجة بتحصل. يعني ريتها بتتنازل وفي حاجة بتتغير للأحسن، لا، كل ما بتتنازل أكتر كل ما بيحصلش تقدير أكتر، كل ما من الأسف بتداس أكتر وأكتر. فمهم إنها ما تبررش أنا في علاقة سامة أو أنا شخصية ضعيفة. على فكرة الاعتراف بحاجة زي كده في أول ده العلاج في الأول، لكن أقعد أقول لا أصلا على فكرة قوية بس هو يعني ما بجيش يعني محبش يجي عليا في حاجات كتير، بس أنا برضو أصلا بعصبه في حاجات كتير. في ناس اللي بتحاول تكذب على نفسها. فمهم لا، أنا شخصية ضعيفة مش مشكلة، عادي جدا. أو أنا بحب اللي قدامي أكتر مني، أو أنا بحبه بس هو ما بيحبنيش. اعتراف بحاجة زي كده معلش مهم. دي أول خطوة، دي أهم حاجة عشان خاطر أي عيوب بعد كده نعالجها. تاني خطوة، بلاش مبالغة. مبالغة إيه؟ بلاش تبالغي في عيوبك. بلاش تقعدي تبرري اللي قدامك: أنا فيا عيوب كذا لازم أشتغل عليها، أصل أنا بضايقه في كذا، أصل أنا عندي عيوب مش عارفة إيه. هتقعدي كل شوية كل خناقة اللي هو إيه، لا أنت طبعا المشكلة بتبقى دايما إن أنت اللي فيك عيوب، اللي قدامك مفيش حاجة خالص. انت دايما اللي بتعتذري، فكل اعتذار بتحاولي تصلحي عيب عشان الدنيا تمشي. انت عايزه تبقي موجوده في الاجواء دي، بتحبيه، اجواء الاسره مثلا، تحاولي تحافظي على اجواء الاسره، ده كله تمام وحلو جدا. بس مش هبالغ في عيوبي، متركزيش فيها في الحاله اللي انت فيها دي، ولا من ناحيه تانية برضو تبالغي في عيوبه او في عيوب الطرف الاخر ايا كانت مين او هو مين. كل ما هتحاولي تشوفي عيوبها هتتخنقي منه اكتر، او هتتخنقي منها اكتر.
فبلاش انت دلوقتي في حالة ان انا دلوقتي انت في حالة غير سوية، ان انا دلوقتي قاعدة مضطرة في علاقة سامة عشان انا عايزة كده. انا محتاجة من الشخصية دي حاجة، ما اقدرش الشخصية دي ما اشوفهاش في حياتي، ما اقدرش صاحبتي دي اسيبها. فانت دلوقتي في حالة ما تقدريش تحكمي على اللي قدامك، ولا تقدري تشوفي له عيوب تتكبريها مش ناقصة، ولا تقدري برضو تتعاملي مع نفسك بشكل طبيعي لان انت برضو انت في حالة مش كويسة. فولا تتعاملي في عيوبك، ما تركزيش على عيوبك ولا تركزي على عيوب اللي قدامك. دي الخطوة التانية. الخطوة التالتة. الخطوة التالتة لازم تعملي حاجات بتحبيها. ايه العلاقات السامة؟ بتديكي ايه؟ بتديكي شعور وحش جدا تجاه نفسك، مفيش تقدير، مفيش احترام، بتستنزفي على طول. في المقابل مفيش حاجة تانية بتقولك انت كويسة، مفيش حاجة تانية بتقولك والله برافو. فانت محتاجة تدخلي في حياتك الحاجة التانية دي اللي تقولك برافو. مش مجرد حاجات بتحبيها انك تتفرجي مثلا على فيلم بتحبيه، تعملي اي حاجة بتحبيها. انا بتكلم على طريق بتحبيه، تشوفي انت بتحبي ايه. بتحبي مثلا والله الرسم، طب والله ممكن ابقى مصممة ازياء مثلا. شوفي انت بتحبي ايه وحاولي تمشي فيه وتعمليه، يعني بمعنى اصح تطوري مهاراتك، تمشي في الطريق ده. منها اولا بتفكري في نفسك، شو تدي فرصة تفكري في نفسك بدل ما انت مسحولة في العلاقة دي. ومنها ان انت هتدخلي جواكي شعور حلو قوي، انا كويسه اهو، طب انا والله، طب انا اهو مقدره، طب انا والله ايه ده الحاجه دي بتحسسني بالاحترام، انا حاسه والله ان انا مفيده، لا انا ليا لازمه. فمهم جدا تعملي الخطوه دي عشان تعادل الاستنزاف بتاع العلاقات السامه. تمام. رابع حاجه، لازم تبتدي تكوني مستقله. يعني ايه؟ مشكله العلاقات السامه دي ان احنا بيبقى فيها اعتماديه زياده، عشان كده احنا ما بنقدرش نستغنى عن الشخصيات دي، بنبقى معتمدين عليهم حتى ان شاء الله لو شعور حب، حتى اعتماد في اي حاجة. فعايزين شوية متعودة اخرج مع الشخصية دي، متعودة الشخصية دي بتجيب لي كذا، الشخصية دي في أهمية في حياتنا، في حياتنا الشخصية دي. فأنا لازم عشان ما اتضايقش من الشخصية دي أكتر من كده، لازم أبتدي شوية بشوية ايه اللي الشخصية دي بتدولي، حب أو أي رعاية أي حاجة، لازم أحاول أديه لنفسي. طبعا الاحترام والتقدير اللي بقولك عليه ده طبعا انت هتعمليه في الخطوه اللي فاتت، اللي هو هحاول اعمل حاجات بحبها، فالحاجات دي هتديني الشعور ده. لكن انا بتكلم حاجات مثلا اي حاجه، مثلا الشخصيه دي مثلا بتروح تجيب كذا، انا اروح اجيبه. الشخصيه دي متعوده عليها بتجيب لي، هي بتطبخ لي مثلا، فانا هحاول اتعلم بحيث ما اكونش محتاجه لها، فاحتك بيها فتحصل خذلان منها، فتخنق منها، اتضايق من نفسي زياده. احاول اسامحها عشان انا برضو مش هقدر اعمل حاجه دي لنفسي، يعني برضو بتبقى في لفه كده. فشوية بشوية حاولي تتعلمي انك تعملي الحاجة دي لوحدك بدون الشخصية دي، شوية بشوية. خامس حاجة والأخيرة، أيا كانت علاقتك بالشخصية السامة دي، ممكن تكون هي فعلا متقصدش، ممكن تكوني بتمر بظروف صعبة. ففي كل الأحوال ما تحاوليش تحكمي عليها أو تعملي عليها إكس، إن أنا بحاول، يعني مش بديكي خطوات عشان تبعدي عن الشخصية دي. القرار هيجي بعد كده، لو كان زوج او حاجه، حد من بعيد، طبعا اكيد بعيد عن اطار الاهل اللي هو صله الرحم رقم واحد والحاجات دي، بس ممكن يكون حد من الاهل، حتى احيانا الامهات ممكن بتكون بتمر بظروف صعبه او في حاله نفسيه مش احسن حاجه، فبتبقى سامه، يعني بتبقى مؤذيه، بيبقى التواجد معاها او الاحتكاك بيها قوي بيبقى محبط اكتر من هو مفيد. فانا الفكره ان انا لو شخصيه مؤذيه قوي، انا طبعا مش هعرف احدد دلوقتي انا في حاله مش كويسه، انا في كل الاحوال انا حاسه ان انا مش كويسه، فمش هقدر اقرر الشخصيه دي انا هحدد علاقتي بيها ازاي. دي كلها خطوات لسه انا محددتش علاقتي بيها، انا بحاول بس اعافي نفسي. لكن الشخصيه دي لو هي بتمر بظروف صعبه، انا وقتها هقدر احدد، خلاص انا عملت الخطوات دي كلها، انا هعرف احدد فعلا هل الشخصيه دي حقيقي مؤذيه فلازم ابعد، او علاقتي تبقى محدوده جدا بيها، ولا الشخصيه دي هي بس بتمر بظروف صعبه. ففي الحاله دي هحاول اقلل شويه، يعني يكون اسمي بس خلاص انا كده حوطت بنفسي، امنت نفسي
من الطاقة السلبية بتاعت الشخصية دي اللي بتمر بيها. وطبعا لما هأمن نفسي أكيد هيبقى عندي بعد كده الطاقة اللي أنا هساعد الشخصية دي إنها تطلع من اللي هي فيه، على الأقل أقلل تأثيرها الضار عليا. فبعد ما أعمل الخطوات دي كلها هيبقى عندي الدماغ وعندي الشخصية السوية اللي آخد قرار أنا أقدر أكمل زوج أو خطيب، هقدر أكمل مع الشخصية دي ولا لأ. لو عجبك الفيديو لايك، شير، سلام.